بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المي مع الإسالة اللي هي الفضلة يسموها، تطلع شوف ايش قد جمال هنا، يعني مكان جدا حلو. هذا المي كله يروح للشط. راح بإذن الله تعالى راح أديره من بعد ما أشيل هذا كله التراب وأساويه وعدله وأخليه يعني مثل يعني مستوي كله. هذا النهر هاي الفضلة راح أديرها وراح أخليها تجي منها وتروح للنهر مالتي. هذاك النهر بدل ما تروح للشط، هي في كل الأحوال لما تنزل بالنهر تروح للشط، بس يعني فد شيء حلو هنا لما يصير هذا النهر منا. وهو سبق أنه فتحناه هذا النهر، يعني كان مؤقت، هذا فتحناه، هذا فتحنا منه نهر ويروح للنهر، يعني هاي الفضلة يروح ميها للنهر مالتنا. هاي طبعا كلها هسه المكان كله وسخ، وهاي باعتبار انه انا كريته وبس حبيت اشوفكم. هذه شو هذا الجمال منه، كأنما شلال. تخيلوا هذا كله فضلة، هذا المي كله فضلة يرجع للشط وينزل منها. هو مجرد شكله حلو، يعني هاي شكل المي شلون يجري، شكله حلو. الحمد لله والشكر، أنا ما أعاني من المي، لله الحمد ولله المنة، أبد ما أعاني المي إلا اللهم هذا الشط، شط الحلة، إلا اللهم يعني ينزل مثل قبل لا سامح الله ويصير أشبه باللي جرف بعد، يعني يصير عنده جرف ويصير يعني مع الأسف. شوفوا هذا، تسمعون الصوت، حتى الصوت أنا أحب هاي الشغلات. شلون هذا قام يحفر شوية شوية، طبيعي مي جدا قوي، قام يحفر شوية شوية. لا أنا خلص إن شاء الله إلى أن أديره وأخليه ما يحفر بهالطريقة هذه، حتى حفرته حلوة. راح انظفها ايضا. هذه ممكن تصير قاعده هنا. هاي طبعا لازم يكون اشيله هذا كله، هذا التراب حلو، يعني انا احتاجه في سبيل انه ادفن القاع مالتي بقيه. هاي كلها لله الحمد، هاي كلها الي راح تصير، او صار هي كلها الي هاي لحد نهايه، مو هاي من البدايه وانما النهايه. هاي كلها هذا امام قاعي، وعرفا اللي قاع مقابل الشط هو إله. هاي كلها إن شاء الله هاي راح أرتبها، يعني مساحة جدا كبيرة ما شاء الله، مو أقل من 500 متر أو أكثر. راح استصلحها، راح أزرع بيها، راح تصير قاعدة هنا عندي حلوة إن شاء الله تعالى.